دي أحلى طريقة لطبخ سمك المرجان، أو في ناس بتسميه السلطان إبراهيم. السمكية دي سمكية نظيفة جدا، بتتغذى على الجمبري وبس. عايزة أقولكوا لونها الأورنج ده بسبب إن هي بتاكل جمبري بس. هي شبه البربوني بس هو مش بربوني، ده سمك اسمه مرجان أو سلطان إبراهيم. ولو ليه اسم تاني عندكم في بلدكم قولولي بتسموه ايه عندكم. أفضل طريقة ليه هو المقلي. عايزه اسمعكم صوت القرمشه، اكيد سامعينه. تعالوا اقول لكم بقى ازاي نقليه او نقلي اي سمك عموما من الاسماك الحساسه اللي هي زي البربوني او المرجان او سلطان ابراهيم. ازاي نقليها وتفضل محافظه على شكلها من غير ما تتفرفت منكم، وكمان تبقى مقرمشه كده جدا من بره، وتبقى طريه وتحفه من جوه. انا عايزه اقول لكم نوع السمك ده لحمه ابيض وطعمه كانكم بتاكلوا جمبري كابوريا، يعني طعمه نظيف جدا وطعمه غير اي سمك تاني. وده سمك بحر مش سمك مزارع، وبيتقدم جنب رز صيادية وسلطة الطحينة بتاعة السي فود بتاعة الأسماك، سلطة الطحينة اللي هي خصوصي للأسماك. تعالوا أقول لكم بقى إزاي نعمله. أول حاجة خالص التتبيلة معانا، هنحط معلقة كبيرة من الثوم المفروم ومعلقة من الفلفل الأحمر مع الفلفل الأخضر المفرومين مع بعض. تمام. أنا ببقى عاملة خلطة وببقى حطاها عندي في الفريزر، بتبقى توم على فلفل أحمر وفلفل أخضر، وساعات كمان بزود شطة. حاجة أساسية عندي في تتبيل أي سمك مقلي وهي المستردة. بجد دي من أكتر الحاجات اللي لما تجربوها هتعرفوا سر المطاعم، وهتعرفوا إن الطعم ده هو وراه المستردة. عايزة أقولكوا بتودي طعم السمك والجمبري المقلي في حتة تانية خالص. سمك مقلي يعني ليمون كتير وشوية بهارات قليلين، يدوب بس كمون وشوية ملح وشوية كزبرة. وممكن تشتروا بهارات السمك الجاهزة اللي بتتباع في أي سوبر ماركت أو عند أي عطار، بتبقى خلطة حلوة قوي برضو. طبعا السمك بكون منضفاه كويس قوي وشايله بطنه وغسله المنطقه بتاعه البطن من جوه وشايله الزعانف وقصه شويه من الديل. وانا السمك المقلي ما بحبش اقطع الراس بتاعته عشان تفضل السمكيه محافظه على شكلها، بس طبعا ببقى شايله الخياشيم من جوه ومتنضفه كويس قوي. وطبعا ما تنسوش احنا كده كده اساسي لازم بنشيل القشر اللي بيبقى على السمك. عايزه اقول لكم السمك ده حساس جدا، يعني السمك ده لازم يبقى طازه، لو مش طازه معاكم مش هتلاقوا عينيه شفافه كده، ولا هتلاقوا المنطقة بتاعة البطن ماسكة نفسها. لو بايت هتلاقوا الحتة الجزء بتاع البطن ده هتلاقوه زي مهري كده ودايب ومش حلو خالص، هيبان على السمكية ان هي مش طازة. بعد ما قلبنا التتبيلة كلها على بعضها وخلاص دخلت في بعضها زي ما انتم شايفين، هبدأ احط السمك بتاعي كده واحدة بواحدة واتبله من جوه من البطن ومن بره كمان. ممكن تعملوا فتحات او شقوق بالسكينة كده خفيفة خالص على السمكية من بره عشان توصل لها التتبيل. بس انا بصراحه سمك المرجان والبربوني ما بحبش ان انا اشقه او اديله شقه كده من بره عشان هو بيبقى سمك حساس زي ما قلت لكم، فمش ببقى عايزه ابهدله معايا. تبلت السمك معايا سبته بالظبط 10 دقايق بس. انا ما بسيبش السمك متبل قبلها بليله ولا كل الكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده. هو السمك 10 دقايق بالظبط يتبل بالتتبيله دي، وبعدين احطه في دقيق كده زي ما انتم شايفين. وتركايه بقى صغيره عشان ما يعملش معاكم زي طرطشه في الزيت وقت القلي، رشوا شوية دقيق جوه بطن السمكية. عايزة اقول لكم بتمسك الخلطة من جوه وبتخليها مقرمشة السمكية من جوه، ما بتخليهاش تنزل اي مية في الزيت خالص. عايزة اقول لكم تحفة. شايفين الطريقة دي؟ انا كمان بحب استخدم علبة في الدقيق كده ان انا ابدر بيها السمك، او ممكن طريقة الكيس انا منزلها لكم قبل كده في فيديوهات، في فيديو كمان خصوصا السمك البوري المقلي هتلاقوه، والبطارخ المقلية هتلاقوا الطريقة بتاعة الكيس دي من أنظف الطرق اللي ممكن تعملوا بيها سمك مقلي في الحياة. زي ما انتم شايفين كده السمكية بعد ما ببدرها كويس بالدقيق من بره ومن جوه بنفضها كويس قوي، واكون محضرة معايا الزيت. اهم حاجة الزيت معايا يكون سخن وزيت غزير عشان السمكية ما تتهريش مني وما يبقاش من الجزء اللي من تحت مستوي كويس ومقرمش ومن فوق طري. بعد ما بحط السمكية في زيت سخن بهدي النار على نار وسط، وما بقلبش السمكية إلا لما الجزء اللي تحت ألاقيه نشف ومسك نفسه، عشان السمكية ما تتكسرش معاكم وما تبقاش طرية ومش مقرمشة. حاجة كمان بقى، السمك اللي أنا ببدر فيه الدقيق اللي أنا ببدر فيه السمك ده ببقى حاطة فيه 4 معالق نشا، يعني
كوباية الدقيق ليها 4 معالق نشا كبيرة، رشة ملح، رشة كركم، معلقة صغيرة كركم يعني، ورشة أو نص معلقة من الكمون. ونقلب الكلام ده كله كويس في الدقيق، وبعدين أحط فيه السمك بقى. يعني الدقيق اللي أنا حاطاه ده مش دقيق سادة، لا دقيق فيه الحاجات اللي قلتلكوا عليها دي. وزي ما انتوا شايفين كده ما بقلبش السمكية إلا لما بلاقيها من تحت نشفت ومسكت نفسها. هنا في المرحلة دي بقى بقلب السمكية على الناحية التانية، وبعد كده قبل ما بتيجي السمكية تستوي معايا بقوم معلية النار على أعلى حاجة، عشان السمكية تطرد أي زيت زيادة فيها، ما تبقاش شاربة زيت معانا. أنا هنا مبطئة التصوير عشان أشرح لكم تفصيليا هتعملوا إيه عشان السمكية ما تبقاش شاربة زيت معاكم. وهنا بعد ما خلصت الكمية بتاعة السمك بتاعتي، عايزة أقول لكم حاجة كمان. في نص القلي لو عاملين كمية سمك كبيرة ولقيتوا الزيت بقى فيه فتافيت سودا أو كده، عشان السمك اللي في الدور الجاي ما يبقاش فيه فتافيت، صفوا الزيت ده في طاسة تانية عشان السمك الجديد اللي هيتقلى فيها ما يبقاش فيه عليه حتت سودا ومحروقة، ويبقى الطعم مش حلو ولا كمان الشكل. هقول لكم على تركاية كمان بقى. في ناس بتستنى لما تقلي السمك كله وبعد كده تاخد الزيت بتاع السمك ده عشان تعمل بيه الرز الصيادية. عشان عايزة اقول لكم الزيت اللي بيبقى مقلي فيه السمك ده لما بيتعمل بيه رز الصيادية بيبقى احلى حاجة ممكن تاكلوها في الحياة. رز الصيادية بيبقى طعمه تحفة، خصوصا بقى الزيت اللي مقلي فيه سمك بربوني او سمك مرجان او جمبري. يا سلام بقى، طعم الزيت بيبقى كله نكهة الجمبري او البربوني او المرجان. بس انا عندي بقى تركاية تانية بعملها، ان انا مثلا خلاص انا قليت السمك ده النهاردة خلاص اهو تمام، انا بقوم عاملة ايه بقى؟ بجيب الزيت بقى اللي انا قليت فيه، انا ببقى محضراه من قبل كده بصراحة، يعني مش بيبقى في وقتها، بس الزيت اللي بيفضل عندي مكان قلي السمك بصفيه كويس، واجيب حوالي مثلا على حسب كمية الزيت بقى. لو الزيت كمية متوسطة بجيب مثلا 4 بصلات كبار افرمهم ناعم جدا، وابدا ان انا اشوحهم واعملهم كاني هعمل رز صيادية بالظبط. بدبل البصلايه لغايه ما يبقى لونها بني مغمق كده، وبعد كده اقفل النار عليها اسيبها تهدى خالص، وبعدين احطها في برطمان. وعايزه اقول لكم البرطمان ده بحطه في الفريزر، ولما اجي اعمل سمك تاني بقى، يعني خلاص المره الجايه بتاعه السمك المقلي بقى، باخد حوالي 3 معالق على حسب كميه الرز اللي هعملها. كل كوبايه رز بتاخد معلقتين كبار من الخلطه بتاعه البصل اللي احنا عملناها بالزيت بتاع السمك المقلي دي. بحط الاول معلقتين من البصل اللي احنا عملناه بالزيت بتاعه في حله، وبعدين احط عليهم معيار الميه. يعني مثلا احط كوبايه ميه، لو هعمل كوبايه رز هحط معلقتين كبار من البصل اللي بالزيت السمك ده، واحط عليها كوبايه ميه واسيبهم يغلوا. واول ما البصلايه احس ان هي بدات تدوب كده، احط شويه ملح، رشه كمون صغيره، وانزل الرز بتاعي اللي هي الكوبايه بتاعه الرز، وهدي النار واسويه زي ما بسوي اي رز صياديه عادي جدا. وبكده اكون عملت لكم وصفتين في وصفه واحده، الرز الصياديه والسمك المرجان او السلطان ابراهيم، بطريقه سهله جدا. لازم تجربوا الوصفه دي بالطريقه دي. عايزه اقول لكم من احلى الطرق اللي ممكن تجربوها. وجربوا السمك ده لو ما جربتوش قبل كده، عشان بجد هيبقى فايتكم كتير، كأنكم بتاكلوا جمبري او كابوريا بالظبط. لو الوصفه عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده. باي.